مبدئيا وقبل ما نقول مبروك لمنتخب مصر، سلم عليا. اللي انا قلته طلع صح. اللي هو ايه؟ المغرب خايفين، تعادلوا هم. عادي، ما بيلعبوا مالي يعني مش ماشي بس تعادلوا، ومصر تعادلت. طيب ماشي، بس بقت تعادلت الاول. ومصر هتكسب. ماشي، هي كده كده مبروك اول وصاعد، وكده كده احنا عارفين ده من الاسبوع اللي فات. حلو. ماشي. بس انا هتسامح معاك زي ما انت تسامحت معايا وما حفلتش عليا جامد. اوكي. بس فانا جايب لك هديه بمناسبه اللي انت تسامحت معايا. ايه جايب لي تابلت؟ انا عايز تابلت. انا عارف انت كان نفسك فيه. ناخده انا ماشي. جايب لك راوتر حلو من شركة وي، عشان برضو ايه تعرف تحتفل بيه ايه بعد ما اتخرجتوا من الكاس. وي. اه. احنا لا لا منين؟ بينه كده بس بينه للناس كده. كده. اه. عادي، احنا من امتى الدوري فرق الكاس فرق معانا؟ احنا بطولاتنا المفضله بالترتيب كده: دوري ابطال افريقيا، الدوري المصري. الكاس ده احنا كنا، انت نسيت ولا ايه؟ الكاس ده لما كنا بيجي يتلعب كان جوزيبي يسافر واللعيبه بتريح، فاهم؟ وابو تريكه درجة مصر الاتصالات. ليه يا عم في ايه؟ مش احسن من بني عبيد؟ يا عم وانا مالي، على الأقل هي فرقة. ماليش دعوه. طيب ما هي فرقه برضه. ماشي. واللي جاب فينا الجون برضه جونين ابننا مصطفى فوزي. اللي انتوا سبتوه. اه عادي، مفيش مشكله، ده الكاس يعني، احنا فريق دولي. ماشي. انا نفسي الاول يعني احييك على الديكور الجميل، حبيبي. وميسي عمال يتهز هو طول عمره بيهز الناس كده، بيرقص. شبه الكلب اللي بيبقى في بيرقص. الميكروباص. لا 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 لا، انت فاكر انت الاحتفال اللي كان بيعملها بيفضل صراحه كده. طب انا عندي فكره حلوه، قول لي. احنا ممكن بقى نجيب مفرش احمر هنا، لا لا مش للدرجه. ماشي، ومروحه يا صغيره. عم هو كان جاي لي هديه وانا بحبه يا سيدي، بتفائل بيه، خليه جنبي. وهو ميسي بيعمل دقنه كده زي سواقين الميكروباصات، اه والله. بيبقى محدده كده. انت عارف اقول لك على معلومه، انت عارف لما كان بيسيب ده انه كان بيتقل. ميسي اه كان هو بيفضل ميسي باصص اصلا عنده لتحت. دقن؟ هو لسه لحد دلوقتي ما اه لا بلغش. لا، في مواسم كان بيبقى سايب ده، كان بيتقل والله، تحس ان هو مش مظبط، اول ما ميسي يحلق صح؟ يعرف اللي هو نازل يفتري على الفرقه اللي. اوكي. اظن بعد العبث اللي احنا عملناه ده يدل قد ايه الماتش كان بائس وممل ومالوش اي لازمه. لدرجه ان احنا كنا بنتكلم على ماتش الاهلي في كاس مصر. انا ما اتكلمتش، انت اللي اتكلمت. بص هو عامه مش انت اللي جبت الراوتر يا عم؟ ايوه انا جايب لك هديه، تهادوا تحبوا يا جدع. ميرسي. بهديك عادي. ماشي، نتكلم على ماتش المنتخب النهارده. اتكلم انت، اتكلم انت. ليه يا عم؟ مش نفسي. ليه؟ طيب اتكلم اولا انت. ماشي، واحده انا اولا سامعك. حسام لعب بالاحتياطي تماما، ودي حركه احييه عليها، لان هو كان بيوجه رساله معينه ماشي ل 100 مليون معين. اوكي، اللي هو يا جماعه انا بلعب باحسن 11 والله. هو عنده حق. بس فدول الاحتياطي، هو اثبت اهو ان الاحتياطي مش احسن من الاساسي. دي حقيقة. تمام، دي نقطه. النقطه الثانيه، لو انتوا شايفين ان كان في حد يستحق اخده وما خدتوش، فانتوا اكيد اتفرجتوا على كاس العرب وشفتوا مستوى اللعيبه. واحد بس. مين؟ مصطفى شوبير بس. مصطفى شوبير بس. غير كده بالظبط. غير كده هو اعمل الوحيد اللي عايزه. يستحقها يعني. غير كده اعمل اللي انت عايزه. فلا هو حسام بصراحه كان تمام. مصطفى شوبير مستواه هو عنده حق حلو في اللي بيقعدهم، وعنده حق في اللي بيلعبهم اساسيين. بالظبط. وبعد اذنكم محدش يفتي مع الراجل ده، هو عارف هو بيعمل ايه. بالظبط. وانا من موقع هذا ماشي انا بعتذر له، ان انا كنت شايف ان مهند لاشين ينفع يلعب ثالث في نص الملعب. صح. ده أنا كنت اهو ناسيها. اهو، لا لا لا، انا مش ناسي، انا مش ناسي ما اسمعش اسمه تاني خالص. ويا ريت يبقى يعني، لا ولا اقول لك، لا خليه. هو بيطلع دايما محمد اسماعيل ومحمد صبحي من القايمه خالص. كنت اقول لك مهند لاشين، بس لا مش الدرجه دي. او ينفع برضو يبقى فاهم، لو بيقفل نص الملعب ولا حاجه. بس عامة الحمد لله احنا صعدنا أول مجموعة، احنا كده كده عارفين ده من الأسبوع اللي فات. بالظبط. ممكن نتكلم بقى على الماتشات اللي كانت حلوة اللي حصل اليومين اللي فاتوا. قبل ما نتكلم على الماتشات قول لي. ماشي، انا عايز افتكر بس ذكرى حلوه كده يعني ممكن تحصل، ان اللي حصل مع حسام حسن قبل البطوله
وانه هيخرج ومش عارف ايه وراجع وهيتغلب من جنوب افريقيا والكلام ده كله. ده نفس اللي حصل مع الجوهري في 98، ان هو رايح يلعب ال3 ماتشات بتاع المجموعات وراجع، وكان الهجوم الاساسي عليه ان هو واخد حسام حسن، ان ساعتها حسام كان بقى عنده 30 سنه، كان في مهاجمين اصغر منه سنا، علي ماهر، على ابراهيم، عبد الحميد بسيوني، عبد اللطيف الدوماني، الناس دي كلها كانت منوره في الوقت ده، وكله قال لك انت ليه خدت حسام وسايب الناس دي. بس اللي حصل ان الجوهري خد كاس الامم 98، وحسام كان هداف خد البطوله، الهداف. فان شاء الله ده يحصل مع حسام برضه. هو حسام مرسي. بص هو مش مرزق وحاجه، هو في حاجه تانية، ان حسام ساب الايجو معاه في مصر، ماشي، هو حسام بيحب حسام زي ما طول عمره بيحب حسام، عايز يكسب. وبيحب المكسب، عايز يكسب. عايز يكسب باي شكل وأي كانت بدليل الطريقه. ان هو سامح امام عاشور، ودي كانت غريبه من حسام، سامح مصطفى محمد، فهو الراجل هو عايز يكسب باي حد باي طريقه باي حاجه، هو بالطريق اللي هو ماشي فيه ده ان شاء الله. وان شاء الله المكسب ربنا يكرمه قريب يعني. يعني. يعني انا نفسي اشوف مصر والمغرب في النهائي، مصر تكسب ليه؟ هبقى فرحان جدا، ليه؟ المغرب هتكسب مش هبقى زعلان قوي، لان بصراحه يعني اديك شفت وتحس ان هم بقوا جمهور مصري، بمعنى لما المنتخب كان محتاجهم الماتش اللي فات بتاع جنوب افريقيا مالوا الاستاد الساعه الكامله، وعلى فكره أقول لك على النهارده حاجة. الماتش مش مهم قوي، لا برضه عادي كان فيه، كان فيه وهتلاقيهم قاعدين مع مع المصريين المصريين، وبيشجعوا وخدت معاهم بالي عادي ولابسين تيشيرت المغرب وماسكين عادي علم جدا، مصر مفيش اي وبتاع. حاجه. بس عايز اقول لك الكثافه في ماتش جنوب افريقيا كانت عاليه قوي، لا هو كده ان هو الكثافه انت النهارده لا محتاجهم قوي، تقارن، بس يعني عشان ماتش بالظبط. النهارده برضه كل عارف فدي اللي هو تمام. خلاص احنا نشكرهم صعدنا. عليها. مش عارف بقى دي مشاعر من الاول موجوده لا من الاول، لا موجوده من الاول، ولا دي زودتها اللقطات الصغيره بقى بتاعت بتاعت محمد شحاته في الماتش الاولاني، لما أوكي. كان بيسخن والولد الصغير المغربي اللي بيجيب الكور كان سقعان، ومحمد شحاته راح قلع الجاكيت وملبسه له. التفاصيل الصغيره دي بتفرق. هي بتفرق، بس لا هم كانوا بيعملوا كده من دي 1، من قبل ما يبقى في ماتشات، ومن اول ما الجمهور المصري حاطط رجله في المغرب. انا ليه ماشي حلو، بس يعني بقول هم لك كانوا ممكن بيعملوا كده. تكون لقطه زي ممكن دي تكون لقطة زودتها، زودت زي لو بس تفتكر غانا 2008 لما ابو لما تريكه خد الفريق بتاع المنتخب وراح ضبع ذبح العجلين، من ووزع ساعتها الفلوس. البلد كلها بقت بتشجع مصر كانها غانا. فهي عامه يعني الكره عمرها ما انفصلت عن ما الانسانيه يعني. بتفرقش، ما فيش انفصال بينها وبين المشاعر. هي لعبة عاطفية اصلا. بالظبط. ندخل على الماتش اللي فيه اكشن. نيجيريا وتونس. بالظبط. 3-0. النتيجة فضلت كده لغاية اواخر الشوط الثاني. بالظبط. تونس ضربة ثابتة للمرة الثالثة. افتكرتك وانا بتفرج جبتش حاجة انا بس عارف. اتعملت فيهم برضو، نيجيريا جابت جون من الثلاثه من ماشي، ضربه بس ثابته. هم خطيرين بطريقة بشعة. بيعرفوا يستغلوها استغلال بشع. الواد هانيبال ده هو هانيبال فعلا. حنة على هانيبال وزي ما انت عايز تقول يعني. المهم جابوا الجون الثاني، وعايز اقول لك كانوا هيجيبوا الثالث لولا فرجاني ساسي. حاجه جايه من ريحه الزمالك. هي بس اكتر حاجه يعني كانت مخوفاني في الماتش ده محمد علي بن رمضان، بس عرفت ان الاصابه خفيفه يعني لا تمام قشطه، هيبقى موجود وعادي، مش جامد. بس هي مش ناقصه. لا بس هو خلينا نقول هم قدموا ماتش في اول شوط كان زي الزفت، بس الشوط الثاني لا لعبوا حلو. ودي كانت غريبه بالنسبه لي ان هم الناحية نزلوا التانية الشوط الاول كده. نيجيريا اصلا يعني عشان نيجيريا برضو لا استغابوا، يعني انا حاسسهم كان عندهم ضغط بشع في الاول. عنصرين بالظبط في نيجيريا، لوكمان وسمين ولوكمان اخطر من اوسيمين. يعني الناس هما كلها الاثنين فاكره دبابتين عامه الاوسيمين يعني. هو المين ستار بتاع نيجيريا، لا هو لوكمان هو اللي شايل اتلانتا. هو لوكمان هو اللي قايم بكل حاجه. الماتش الثاني الجزائر وبوركينا. الجزائر لعبت حلو قوي، ومحدش يبص على النتيجه ويفتكر ان الجزائر لعبت وحش. يعني هو الماتش خلص 1-0 للجزائر وضربة جزاء، فهو لا يوحي خالص بالاداء. اقسم بالله الماتش ده مستريح يخلص 6-0. الجزائر لعبت حلو 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 حلو. عموري والماتش كان مفتوح. عموري تاني وتالت ورابع وعاشر. هو تقريبا اي حد اسمه عموري بيبقى حريف. ومحرز. فاكر عموري بتاع الامارات؟ ومحرز. ماشي، فالجزائر كانت تستحق مكسب اكبر من كده بكتير، وهي ستيل
امتع فرقه انت في عندك البطوله محرز لغايه ده، النهارده. انا مش هنساله، بطل المعجزه بتاعت ليستر انت الدوري. شفت الخناقه اللي حصلت مع بركات، محمد بركات في اتخانق. انا مش فاكر القناه اسمها ايه، اللي هي القناه بيبقى فيها قاعده بتاع قناه الكوره دي. الكاس اللي بيبقوا قاعدين على الارض دول، في قاعدين عند حضرموت. حصل خناقه ما بين محمد بركات وكان مذيع هناك بسبب محرز، مم. لانهم كلهم قالوا لمحرز هو رجعوا تاني فخر العرب الحقيقي. فخر العرب الحقيقي تاني. اوكي. بركات اتخانق معاهم برضه ولبسها لهم اللي صلاح هو فخر العرب الحقيقي. انت عارف ان ساعه ليستر في الدوري بتاع ليستر كنت انا برضو برمي مع اصحابي في كده اللي هو اهرب انت يا صلاح، فخر العرب الحقيقي وصل. طب هو ليه بتقارنوا الاثنين ببعض؟ هو عامة انت لو حسبتها مسيرة قدام مسيرة كده كده صلاح هيكسب. ده حقيقي. دقايق لعب، مستوى في التوب ليفل. هداف. محرز عنده لمسة جمالية لا يعلى عليها، ممكن ما يكونش عند صلاح، محرز احرف. بس صلاح افكتيف وبيجيب من الاخر ده حقيقي. وعنده ارقام. ارقام فرديه صلاح طبعا. الماتش الثالث الساحل العاج والكاميرون. دي السرعات اللي بجد بقى. اوكي. فاكر لما كنت عمال تقول على جنوب افريقيا في ماتش انجولا كانت بتلعب على كسبوا النهارده وكانوا مقدمين سرعات وعاملين اداء اكس على 2. فكرة. كانوا عاملين ده اللي اداء. كان اكس 2 بقى، كانوا الكاميرون عاملين وكوت اداء. ديفوار. اتفرجت؟ عجبك مين بقى في الكاميرون؟ في الكاميرون امبومو بس. شكرا. اقفل. بس هو بقى واخد شخصية برونو فرنانديز في اليونايتد، بعمل فيها كابيتانو واقف بيزعق. بس دي حاجه حلوه، ما هو برونو فرنانديز في اليونايتد الوحيد اللي مستواه ثابت. هو بيزعق بقى بصراحة عشان اللعيبة مستفزة، اللي حواليه مستفزين مم. برضه. بيدوا له كور صعبة، يعني هو بيبقى مدي الكورة سهلة قوي وبيستلمها تاني بصعوبة وبيفضل يجري، قاعد بيجري في كل حتة في الملعب لوحده. كوت ديفوار، انا حاسس ان كوت ديفوار البطل هي الفرقه، يعني ما فيش حد كده الفرقة بس منور. ديالو منور. ممكن. ماشي. وفي الباك دوي برضه منور. الاتنين دول اكتر اتنين منورين وكانوا منورين في الماتش ده. اوكي. ماشي. لا معاك. والماتش ده كان حرام يخلص بس تعادل على انا ما غريبه اعتقد. برضو لا بس أصل مين اللي هيكسب؟ الاثنين كانوا حلوين. كاميرون ضيعت وكوت ديفوار ضيعت. طب انا اسالك سؤال، قول لي. انت شايف مين فيهم اضعف او اسهل نسبيا؟ انت عينك على ماتش دور الثمانيه صح؟ بالظبط. مين فيهم اسهل نسبيا؟ لا صعبه دي، صعبه. بس ممكن لو هختار كوت ديفوار عشان احنا كعبنا عالي عليهم، انما الكاميرون كانت بتبقى رايحه جايه، نكسبهم مره يكسبونا مره. هو انما كوت عامة ديفوار في عزهم كنا بنكسبهم عادي. بما اننا فتحنا في القصة دي، تعال نروح بس للدور بقى الجاي. احنا ايه مشوارنا ايه يبقى دور ال ازاي؟ 16 احنا بنسبة كبيرة لو على بنين. الوضع الحالي بنين هنلاعب بنين، ودي ولا حاجة. بنات؟ دور ال 16 ان شاء الله هنلاعب بنين باذن بنسبه الله. كبيره يعني. باذن الله لو وانا فضل شايف الوضع إن على الحالي زي ما هو. ماتش كويس يعني، يعني اصل انت خلاص انت في دور ال 16 يعني هو في هتلاعب اضعف من كده المتناول ايه؟ والموضوع سهل. اللي بعده كاميرون ولا كوت ديفوار؟ اه بص الاثنين صعبين، ماشي. وفي نفس الوقت الاثنين مش في احسن حالاتهم، يعني مش الاجيال الذهبيه بتاعتهم خالص. انت تفضل مين؟ انا افضل كوت ديفوار عشان احنا طول عمرنا كعبنا عالي عليهم. الكاميرون بنكسبهم مره يكسبونا مره، ماتش بيبقى. انما كوت ديفوار كان في عزهم تكسبهم 4-1 عادي في السيمي فاينال في 2008. انا مع ذلك افضل الكاميرون، اوكي. لان الكاميرون قايمه على فرديات لعيبه، فانت لو عرفت تحتويهم هتعرف تسيطر على الموضوع. لكن كوت ديفوار لا، كوت ديفوار فرقه زي ما انت قلت يعني فرقه منظومه اكتر. انت فاهم برضو احنا كمصريين بيفرق معانا النفسيه اكتر. ماشي بس يعني ده رايك، انا رايي الكاميرون. الكاميرون هتبقى اسهل شويه، مش قوي هنشوف شويه. اللي هيجي لنا بقى. هو بنسبه كبيره هو الماتش الجاي احنا هنلعب الكاميرون بعد هتلاعب أسبوع. مين؟ الكاميرون لا لسه مش عارف. هو احنا اللي هيجي لنا مين اللي هيبقى تاني مجموعته؟ احنا اللي هيجينا هيبقى التالت، احسن تالت. لا انا بتكلم على دور الثمانيه. اوكي تاني صح؟ تاني مجموعته. ماشي. اللي هيجي لنا اول مجموعته. اللي هيجينا هيبقى اول مجموعته. اوكي يعني بنسبه كبيره هي كوت ديفوار هتلاعب بالماتش الجاي مين؟ الجابون. الجابون. الجابون هتستموت، يعني بنسبه كبيره هنلعب الكاميرون اول مجموعته. بس خليها كام حلو مرضية. بعدين احنا ليه متاكدين يعني ان الكاميرون هتعدي من دور ال 16 ممكن تتغلب؟ عامة المغرب كسبانة دلوقتي 2-0. طب فكده كويس. كده أول مجموعة الحمد لله، واحنا كده بعتنا لهم تقريبا أنجولا. انجولا. اه هي انجولا هتصعد بالنقطتين أنجولا دول. دلوقتي لغاية دلوقتي محسوبة اللي هي رابع أحسن توالد.
اوكي بس لغاية لسه في دلوقتي. جوله كامله يعني. بس اللي انا فرحان له موجود في احسن توالت السودان، اه ويا رب يكملوا لا ان شاء ويفضلوا الله موجودين، يكملوا معاهم لان هو 3 المنتخب نقط. ده منتخب حلو. اه واخواتنا برضه. حلو. توقعك السكور الماتش الجاي لو بعد اسبوع ان شاء الله؟ انهي ماتش؟ ماتشين احنا. احنا وبنين. اه اسرح بقى، اديني رقم. 2-0. فكك بقى من 1-0 وال2، بقول لا لك لا لا. فكك من 1-0 وال2-0. بس برضه بنين مش تعبانه قوي على فكره، يعني هي فرقه بتلعب كوره ماسكه نفسها يعني. اضرب رقم اعلى مره كده، فرح الناس. يعني هو اللي انا اقوله هو اللي هيحصل. جرب يا يمكن. 3-0 حلو كده. ماشي 4 يلا. يلا انا ما حد حوش. اول مره انا وانت متفقين على نفس النتيجه. انت بتسلم ليه؟ لا صح، احنا ما خلصناش مع بعض. لسه. امال انت عايز ايه؟ ايه عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ احنا كده خلصنا. انت هتتكلم في ايه تاني؟ ليه يا عم؟ الاسطوره. احنا هنقعد نحكي على رونالدينيو؟ لا ده عايز له حلقه لوحده. ده عايز له حلقه لوحده، ربنا معاك انت.